تقدم الزواج شاب لا يصلي، هل يزوج أو لا يزوج؟ لا يزوج. كما نسأل عن وظيفته وراتبه وأهله وأخلاقه نسأل عن دينه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصفات التي تتزوج المرأة لأجلها قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. هكذا يبحث الناس. قال فاظفر بذات الدين، كن أنت من الذين يبحثون عن الدين. فلا يجوز أن نزوج بناتنا أو مولياتنا، أخواتنا، عماتنا، خالاتنا، بنات أي وحدة أنت مسؤول عنها، لا يجوز أن تزوجها لرجل لا يصلي، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة لا تصلي. لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة لا تصلي.